بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه توبي وبيكون عمال يلعب في الموبايل بتاعه. فبيجي أبوه بيقوله تعالى معايا الجراج عشان تساعدني، ولكن توبي بيعامله بطريقة جافة وبيقوله أنا مشغول دلوقتي. فبيقول له أبوه طب لما تخلص ابقى تعالى ساعدني، وبيروح أبوه على الجراج عشان يصلح العربية وهو زعلان منه. ولكن وهو شغال بيهجم عليه اتنين مسلحين وبيضربوه بالسكينة ببطنه. فبيحاول يستنجد بابنه توبي، لكن توبي بيفكر إن الصوت ده من التلفزيون وبيكمل لعب عادي. ولكن اللصوص بيقتلوا أبوه وبيهربوا بالعربية. فبيسمع توبي صوت العربية وبيروح الجراج، لكنه بينصدم لما بيشوف أبوه مقتول. بعدها بيكون توبي ندمان وحاسس بتأنيب الضمير، ومش قادر ينسى مشهد أبوه المقتول وإنه كان المفروض يبقى معاه. ولكن والدته بتحاول تهديه وبتقوله يسافر في رحلة لمجموعة جزر بعيدة في ماليزيا عشان يغير جو وينسى اللي حصل. وبنقابل كاي مسؤولة الرحلة واللي بتشرح كل التفاصيل للشباب اللي طالعين الرحلة، وبتقول لهم إنهم يتقسموا المجموعات وهينزلوا على 3 جزر مهجورة لمدة 3 ليالي، وبتديهم الأدوات اللي هيحتاجوها والكشافات وشعلة الطوارئ. وبينزل توبي على جزيرة منهم، وبتقول له كاي يستمتع بوقته على الجزيرة الجميلة، ويقابلها الفجر على الشاطئ بعد 3 أيام عشان يرجع معاهم. فبيبدأ توبي يستخدم الأدوات اللي معاه وبيبني لنفسه خيمة قريبة من الشاطئ، وبيروح يجمع حطب من الغابة عشان يولع نور. لكنه بيسمع صوت حيوان بيتألم، ولما بيروح ناحية الصوت بيتفاجئ إنه قرد واقع في مصيدة وبيموت. فبيتفزع توبي وبيرجع للخيمة بتاعه، لكنه بيلاقي قرد تاني أكل أكله اللي في الصندوق. فبيتضايق توبي وبيروح ينزل البحر يجمع صدف، ولكنه بيتعور في رجله. فبيغضب توبي وبيبدأ يتشائم من الرحلة. وبالليل بيكون توبي جعان فبيستخدم الكشاف وبيدور على أكل في الغابة، لكنه بيحس بحد بيتحرك حواليه، وبيفضل يدور بالكشاف لكنه ما بيلاقيش حاجة. فبيخاف وبيرجع على الخيمة بتاعته، وبينام على نفسه من شدة الجوع والتعب، وبيحلم بحادثة موت والده، وبتكون نفسيته سيئة جدا. وتاني يوم الصبح بيشوف شابة بتجمع صدف من البحر، فبيكون قلقان لأن المفروض إن الجزيرة دي مهجورة. فبيتسحب وراها عشان يشوفها بتعمل إيه، فبيلاقيها بتصطاد قرد عشان تاكله. فبيروح يكلمها وبيعرفها بنفسه، وبيقول لها إنه جاي الجزيرة دي في رحلة عشان يستجم. فبتستغرب إنه جاي الجزيرة بإرادته، وبتقوله إن اسمها مادلين، وبتديله جوز هند عشان ياكله. وفجأة بتطلع السكينة وبتضرب تعبان كان قريب من توبي، وبتقوله يفضل قريب من النار لأن التعابين ما بتحبش النار، وبتسيبه وبتمشي. فبيرجع توبي بالليل على الخيمة بتاعته، وبيولع النار عشان يحمي نفسه من التعابين. وتاني يوم بيروح يقابل مادلين، واللي كان واضح إن عندها خبرة كبيرة في الغابة. فبتلاقي رجليه متعورة، فبتقوله تعالى أعالج لك الجرح ده. فبيقول لها انت بقالك قد ايه على الجزيرة، وهل في حد تاني عايش هنا ولا لأ؟ فبتقول له إنها عايشة هنا من ساعة ما كانت طفلة صغيرة، وإنها عايشة مع أبوها وأمها وأصدقائها على الجزيرة، ولكن كلهم ماتوا ما عدا هي وأمها. وبتروح تجيب توت بري وبتعالج بيه الجرح اللي في رجله. فبيقول لها إن تأثيره عامل زي المخدر. فبتضحك وبتسيبه وبتجري. فبيروح وراها وبتعلمه إزاي يعمل لنفسه خيمة ورمح عشان يصطاد بيه، وإزاي يفضل على قيد الحياة في الجزيرة. وبالليل بيروح يوصلها، فبتقوله كفاية كده وما تجيش ورايا لأن أمي لو شافتك هتقتلك. فبيستغرب وبيقول لها يعني إيه الكلام ده؟ فبتقوله بكرة لما أقابلك هقولك. فبيقول لها إنه بكرة هيغادر الجزيرة. فبتزعل منه وبتمشي لأنه كان هيمشي من غير ما يعرفها. والفجر بتوصل كي للجزيرة عشان تاخد توبي ويرجعوا حسب الميعاد، لكنها ما بتلاقيهوش على الشاطئ. فبتفضل تدور عليه وبتستخدم الكشاف، وبتسمع صوت حد في الغابة وبتفتكره توبي، لكنها بتقع وبيقع الكشاف من ايدها. فبتلاقي حد خد الكشاف وعمال يقلب نور. فبتترعب كي وبتحاول تهرب، لكن فجأة بتلاقي حد بيخطفها. فبتفضل تصرخ. بعدها بفترة بيصحى توبي من النوم، وبيكون اتأخر على ميعاده مع كي. فبيجري بسرعة للشاطئ لكنه ما بيلاقيش القارب، بس بالصدفة بيلمح عوامة القارب في المية. فبيروح يدور على القارب فبيلاقيه غرقان ومقلوب في البحر. وبيشوف واحدة خارجة من القارب ومعاها شنطة، فبيستخبى منها لحد ما بتمشي. وبيروح يغطس ويدخل القارب يدور على أي حاجة جوه، لكنه بيتفزع لما بيشوف جثة كي. فبيجري بسرعة وبيهرب من القارب. بعدها بيرجع على الجزيرة وهو مرعوب لأنه بقى محبوس في الجزيرة ومش عارف هيرجع ازاي. وهو ماشي في الجزيرة بيلاقي كهف قدامه، فبيحاول يستكشفه، ولكنه بيتخض لما بيلاقي رسوم شيطانية على جدران الكهف. فبيهرب بسرعة من الكهف، وبعدها بيلاقي كوخ في وسط الغابة. فبيتسحب وبيروح يشوفه.
فبيلاقي شنطة كي وجهاز اللاسلكي اللي كان معاها، فبيشغله وبيحاول يتواصل مع فريق الاستغاثة عشان ينقذوه، ولكن الإشارة كانت ضعيفة جدا ومحدش بيسمعه. وفجأة بتدخل مادلين وأمها اللي كانت عند القارب، فبيستخبى توبي بسرعة وبيسمع أمها وهي بتقول لها ما تخرجش تاني من البيت، وتعرفها على طول لو شافت حد على الجزيرة. فبتقول لها مادلين حاضر وبتسمع كلامها. بعدها بتشوف توبي فبتقول نمشي بسرعة من هنا وقابلني عند الجزيرة الشرقية. فبيرجع توبي على الخيمة بتاعته وبيعمل مصيدة قوية عشان يحمي نفسه، وبيولع نار في الحطب وبينتظر مادلين، وبتيجي تقابله بالليل وبتقوله إنها سعيدة إنه بخير لأنها كانت قلقانة عليه من أمها وكانت فاكراه مشي من الجزيرة. فبيكلمها توبي وهو مرعوب وبيقول لها إنه لقى كي ميتة والقارب بتاعها غرقان، وإنه شاف أمها عند القارب، وبيسألها إيه اللي بيحصل على الجزيرة. فبتقوله إنهم زمان كانوا عايشين على الجزيرة في سلام ومبسوطين، ولكن في حاجة حصلت مش فاكراها، ومن بعدها وهي حاسة إن في وحش بيطاردها، وإنها حاسة إن أمها هي اللي قتلتهم كلهم. فبيقول لها توبي إنها هنا مش في أمان وإنها لازم تهرب معاه من الجزيرة دي لما يجي قارب النجاة. فبتفرح وبتوافق تهرب معاه، وبيوعدها إنه هيستناها بكرة عشان يهربوا سوا. وتاني يوم الصبح بيشوف توبي منارة مهجورة، ولما بيطلع المنارة وبيحاول يشغلها بيلاقيها محتاجة جاز عشان تشتغل، لكنه مش عارف هيجيب الجاز منين. ولما بيرجع للخيمة بتاعته بيلاقي صديقه كاميرون اللي كان معاه في بداية الرحلة لكنه نزل على جزيرة تانية، وبيقوله كاميرون إن كي مجتش تاخده حسب الميعاد، وإنه شاف القارب بتاعها غرقان عند الجزيرة دي، وبيسأله إيه اللي بيحصل. فبيحكيله توبي اللي حصل، وبيقوله إنه هيحاول يشغل المنارة عشان فريق الإنقاذ يشوفها. بعدها هياخده معاه هو ومادلين ويهربوا من الجزيرة دي، ولكن كاميرون بيقوله ما تثقش في سكان الجزيرة دول لأن شكلهم مجرمين وانت ما تعرفهمش كويس. ولكن توبي بيغضب من كلامه وبيقوله ان مادلين انقذت حياته وانه وعدها انه هياخدها معاه. وبعدها بيروح لبيت مادلين، لكن امها بتشوفه فبيهرب منها وبيرجع على الخيمة بتاعته، فبتجري وراه وبتدوس على المصيدة اللي كان عاملها وبيرشق الرمح ببطنها، فبتصرخ من الألم. فبيقول لها انت اللي قتلت كي وسكان الجزيرة وعايزة تحبسي مادلين هنا على الجزيرة. فبتقوله انت مش فاهم حاجة، وانها ما قتلتش حد، وإنها بتحاول تخلي مادلين هنا على الجزيرة عشان ما تأذيش حد، وإنها هي اللي قتلت أبوها وكي وسكان الجزيرة كلهم، لكنه مش بيصدقها. فبتحكيله اللي حصل زمان، وإن الجزيرة كان عليها معبد للشيطان واللي كان بيطلب تضحيات بشرية، ولكن أثناء ما كانت هي وزوجها بيتخانقوا مع سكان الجزيرة عشان يمنعوا الكلام ده، وصلت مادلين للضريح بتاعه وكانت طفلة صغيرة، لكن الشيطان تمكن منها غصب عنهم، وبعدها قتلت كل اللي على الجزيرة ومرحمتش حد. وبتديله ثمرة التوت البري وبتقوله استخدمها لإخضاع الوحش اللي جواها، وإن الوحش ما بيحبش النور، واوعى تسمح لمادلين تغادر الجزيرة. في نفس الوقت كان كاميرون قاعد لوحده وبيسمع صوت، فبيفتكره توبي، ولكن بتطلع مادلين وبتصطاده زي الفريسة. وبيرجع توبي بسرعة عشان ينقذ صديقه، ولكن للأسف ما بيلحقهوش، وبيشوف مادلين ساحبة جثة أمها في إيديها ورايحاله، فبيخاف منها. فبتسأله وبتقوله انت عملت ايه في أمي؟ فبيقول لها انه عمل كده عشانهم هما الاتنين وعشان يهربوا مع بعض. فبتفرح وبتشكره، لكن فجأة بتتحول لهيئة الوحش، فبيحاول يخضعها بالتوت البري وبيضربها على دماغها وبيكتفها بالحبل، وبيرجع على بيتها وهناك بيلاقي جيركن جاز، فبياخده معاه وبيعمل لنفسه شعلة، وبيروح على المنارة وبيحط الجاز في المولد عشان يشغل المنارة، لكن وقتها مادلين بتفوق وبتقطع الحبل. بعدها بيقع توبي وهو نازل من على سلم المنارة، وبيقع منه باقي الجاز اللي كان في الجيركن على الأرض، وبيلاقي باب المنارة اتقفل عليه، وبيلاقي مادلين ظهرت في صورة الوحش وبتهجم عليه وبتحاول تخنقه، لكنه بيستخدم مراية مكسورة عشان يسلط عليها الضوء، وفعلا بيقدر يهرب منها، وبيولع في الجاز اللي على الأرض، وبيحبس مادلين جوه المنارة بعد ما حاصرها بالنار. وبيروح توبي يسبح في البحر في اتجاه قارب الإنقاذ اللي جه على ضوء المنارة، لكن فجأة نور المنارة بينطفي. بعدها بنشوف ضابط الإنقاذ وهو بيطمن على الناجي الوحيد من الجزيرة، ولكنها بتطلع مادلين وعايشة دور الضحية المصدومة. وبكده بيهرب الوحش بره الجزيرة عشان يكمل صيد الفرائس في الأجزاء الجاية من الفيلم. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام، وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي، سلام.